مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بمطبخ محمد الحلبي. اليوم بدنا نعمل وصفة حلو رمضانية بامتياز. أول شي بدنا نبدأ بالقشطة. بدنا نحط لتر من الحليب أو لترين إذا بنحب، أكيد بنضاعف الكميات. هون عندي لتر من الحليب، حطه على النار حتى يبدأ يسخن منيح. بعدين بنضيف عليه معلقة من اللبن، معلقتين. نحن واقفين عم نشوفه بنلاحظه، بنحركه حتى يبدأ عندي يفرط. بعدين بضيفله عصرة كتير صغيرة من نص ليمونة، وبحركه وبشوفه لحتى إذا ما فرط عندي برجع بضيفله معلقة من اللبن. هنا ما رح نعتمد على الخل بس أو على الليمون بس حتى تطلع عندي القشطة حامضة، فاللبن شوي بخليه يفرط. بنحط وبنشوف لحتى يفرط عندي الحليب. شوفوا عندي كيف هلأ فرط. اتركه شوي يهدى يتماسك. شايفين كيف عزل عندي؟ يهدى شوي 5 دقايق. بعدين بصفيه بالمصفاية، وتصير عندي القشطة جاهزة تقريبا. هيك صارت عندي جاهزة. شايفين كيف؟ فينا نفرفطها أكتر من هيك تصير نتفة صغيرة، وفينا نخليها هيك، فينا نحشيها مثل ما هي، وفينا نضيف عليها علبة من القشطة جيمر الجاهزة أو علبة هيك كريمة جاهزة حتى تسهل علينا متى فوق الحلويات وحشية للحلويات مثل القطايف وللكنافة وغيرها. وفينا بكل بساطة نحط عليها عسل ونسحر فيها، نفطر فيها على الفطور. ما أطيبها ولا أطيب من هيك طعمة. شايفين قوامها؟ هسه بدنا نحطها في البراد فبتتماسك أكتر، وطعمها ولا أشهى من هيك. هلا بدنا نبدأ بالتقيل، ندخل على التقيل. بدنا نحط الحليب، 3 أكواب من الحليب والسميد والسكر، ولا أبسط من هيك حلا. والشكل والطعم النهائي فخم فخامة غير شكل. هلأ بدي زيد السميد، سميد خشن أو ناعم ما بيأثر، والسكر. حكتب لكم المقادير تحت الفيديو أكيد لحتى تتأيدوا بالمكونات. انتوا إذا بدكم تعملوا ضعف الكميات طبعا بتضاعفوا الكميات اللي أنا كاتبتها. على نار متوسطة بنضل بنحرك حتى يشتد عندي الخليط. فتح عندي حبة السميد واشتد عندي شوي. شوفوا كيف صار قوامه، ما بدنا اياها تسمك اكتر من هيك. اخر شي اذا بدنا نضيف مطيبات بنضيفها، اللي هي مسكة او ما زهر او ما ورد، فانيليا، اللي نحن بنحبه بنضيفه اخر شي بعد ما بنطفي النار. بنحركهم كتير منيح، وبعدين بنصبها بصحن تقديم او بصينية اللي بيناسبنا. بنصبها، بنظبط السطح، خليها هيك سطحها مارس كتير ناعم وحلو. خليها تهدى شوي هيك وتاخد لنفس حلو، أبو 10 دقايق ربع ساعة. وبعدين بدنا نضيف عليها القشطة اللي عملناها معكم في أول الفيديو. هي هلا اللي شايفينها القشطة كيف مريئة شوي لسه حتى يسهل علينا مدة. بعدين لما نحطها في البراد رح تتماسك وتصير ولا أطيب من هيك، تمسك على بعضها كلياتها. القشطة هاي فينا كتير لها استخدامات، احفظوها عندكم وخلوها وارجعوا لها وقت اللي بدكم اياها، تلزمكم كتير خصوصا برمضان. هلا بعد ما بردت ساعتين 3 في البراد بنزينها على ذوقنا طبعا. هيك انا حبيت زينها بالفستق ومع شوية قطر عند التقديم، وبتلززوا بهاللزازة عن جد ولا أطيب من هيك مع فنجان قهوة بعد صلاة التراويح برمضان. الأيام العادية مع فنجان القهوة ولا أطيب، بتبيض الوش وسهلة ونقدر نعملها من قبل بيوم. وشكرا لمتابعتكم للفيديو. سلام.